هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. النهاردة بقى جايبه لكم ماسك العيد. بدأنا بقى تجهيزات علشان ماسكات العيد. الماسك ده بقى جلسة توريد في البيت طبيعية بأقل إمكانيات ممكن تعمليها، كلها موجودة في بيتك. هتخلي بشرتك منورة وفعلا كده تحسي كأن فيها توريد طبيعي واللون متوحد. هيشدلك التجاعيد والخطوط الرفيعة، هيديكي نضارة غير طبيعية، وكمان هيفتح ويرطب ويعالج الالتهابات وحروق الشمس. بصوا، حاجة كده خيال. وكمان هيقلل المسام. اول مكون معانا هو الكركديه. الكركديه ده بقى احنا طبعا عارفين ان هو اقوى مضاد اكسده معروف عندنا. يا اما تجيبي الباكيتات المطحونه، يا اما تطحني حبه عندك وتنخليهم في المصفى. ده بقى هيقضيلك على التسبغات والبقع، وده يعتبر مقشر طبيعي. هيشيلك الجلد الميت، هيرطب البشرة وهيشد، هيقضي على التجاعيد والخطوط الرفيعة، هيديكي النضارة والتوريد بقى، وتفرجي على جمال بشرتك بعديه. تاني حاجة معانا اللبن البودرة أو اللبن العادي براحتك، برضو معلقة. ده بيفتح ويرطب ويعالج الالتهابات وحروق الشمس، وبيضيق المسام، وبيشيل أي التهابات في الجلد. الكينج معانا بقى النشا. النشا ده بقى هينضف لك المسام من جوه، وهيمنع لك ان يبقى فيه بثور او حبوب، لانه هيشيل اي دهون زياده في البشره، هيحافظ لك على الرطوبه، طراوة البشرة، هيشلك الجفاف، وهيديك التبييض. حاجة كده خيال. هنميكس كل ده مع بعض مع شوية مية ورد. مية الورد دي بقى أي مشكلة في البشرة هي بتعالجها، أي حاجة ممكن تكون عندك فيها هي بتعالجها. ودايما بحطها في التلاجة واخليها ساقعة علشان لما استخدمها على بشرتي كمان استخدمها كتونر. الماسك ده بقى حلاوته انك ممكن تستخدميه لاي حته في جسمك او بشرتك. يعني ممكن وانت بتعمليه لوشك حبه زياده كده لايديكي، لركبك، لكوعك، للقدم، جوزة قدم، براحتك. انت بتعملي جلسه توريد في البيت، وبصدقيني بكلام فارغ مش مكمله حتى 5 جنيه، حاجات عبيطه جدا، يمكن 3 جنيه كمان. جلسة توريد طبيعي. كمان هتعملي منها على شفايفك، وتفرجي على شفايفك هتبقى منفوخة وجميلة ازاي. انا صدقوني بعد ما عملت الماسك ده كنت مبهورة بنعومة ونضارة بشرتي والتوريد اللي فيه. انا استخسرت احط ميك اب اصلا اليوم ده، يعني يا دوب ممكن تعملي تاتش خفيف كده ماسكارا ولا تظبطي حاجبك وخلاص. من كتر جمال الماسك بجد، قد ايه هو حلو وجميل، وفعلا بيبان مفعوله من اول مرة. انا عملت الميكس بتاعي كله. بصوا اللون اصلا بيقولك الماسك ده هيعمل ايه في بشرتك. شايفه جماله ولونه؟ اللون ده بقى بشرتك هتشربه. واسمعي بقى مني، لو عملتيه مره في الاسبوع قبل العيد كده 2-3 اتفرجي على جمال بشرتك، وكأن بشرتك بشرة بيبي زي الكوريين كده، منفوخه وجميله ومورده ومن غير ميك اب. حاجه كده خيال، قمر كده قايم من النوم. بصي بقى، هنبدأ نحطه على بشرتنا، هنوزعه كويس جدا حتى تحت عينينا، لأنه بيشيل الهالات السوداء وبيشيل أي سمار في البشرة. أنا هوزعه كويس جدا على كل بشرتي، وهسيبه حوالي من تلت لنص ساعة. وهتسيبيه زي ما قلتلك حوالي نص ساعة. اللي بيجي بقى في الكومنتات ويقول لي اصل انتي اصلا بشرتك حلوه، اصل انتي اصلا بتضحكي علينا خالص. انا اصلا طبيعه بشرتي مختلطه، مليانه دهون، مسام واسعه، في اسمرار عندي في حوالين الفم. بس انا عشان بهتم وبعمل ماسكات، الحاجات دي مع الاستخدام بتشوفي نتائجها بقى، لان الماسكات الطبيعيه نتيجتها مش بتبان من اول مره. لكن الماسك ده انا اوعدك انك نتيجته هتلاحظيها فورا من اول مره. هتبيضي بياض التلج، هتنوري. هتلاقي انا بجد اول ما غسلت وشي حسيت ان بشرتي كانها منفوخه كده، كأن فيها توريد وفيها لمعه، حاجه كده مش طبيعيه. مش يعني يمكن انا بشكر لكم في ماسكات كتير، بس الماسك ده بالذات لازم 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 تعمليه كماسك من الروتين بتاع العيد او اي مناسبه جايالك قريب. لو انت عروسه، لو انت عندك مناسبه قريب لازم تعمليه. بصوا الجمال، انا كنت مبهوره بالنتيجه بجد. يعني انا بعد ما بغسل وشي بطبطب عليه بمنديل كده، مش بشده جامد عشان التجاعيد او يطلع لي خطوط رفيعه.
بصوا انا هتلاقوني مبهوره بالنتيجه، مش مصدقه بجد. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه الماسك السحر اللي بيعمل نتيجه من اول مره ومخلي بشرتي كده بتلمع وجميله. انا عندي هالات هنا تحت الفم، انا شايفه ان هي راحت او قلت على الاقل بكتير. اداني توريد ونفخه ولمعه في بشرتي. يا رب بجد يكون الماسك عجبكم، هستناكم كلكم تجربوه وتقولي رايكم في الكومنتات. هنا انا بعمل مساج لبشرتي بشكل خفيف وبسحب بشرتي لفوق لان المسام كلها باصه لتحت، فاحنا لازم نعمل المساج بتاعنا لفوق عكس الجاذبيه. هستناكم بقى كلكم تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات بعد ما جربتوه عمل ايه في بشرتكم وازاي حولها 360 درجه. باي باي واشوفكم فيديو جديد.